أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بابا المجال. النهاردة معايا ضيف مميز كالعادة، ضيف بيشتهر بأنه هو صانع النجوم أو البروف. معايا مساعد المدير الفني لمنتخب مصر للبادل السابق، والمدرب المساعد في برنامج الاتحاد المصري لتطوير وإعداد المدربين. معايا النهاردة الكابتن حسام طنطاوي. أهلا بيك يا حسام اهلا النهاردة. بيك يا رائد. اهلا نورتنا بيك. النهاردة. بنورك، الله يخليك. انا يعني ثانك يو على الانفيتيشن الجميله دي، ومبسوط ان انا معاكم النهارده. احنا اللي مبسوطين. خليك. خلينا نبدأ بالباك جراوند بتاعتك. انت قلت لي مفاجأة قبل ما نبدأ دلوقتي. ده هو مش ناس كتير عارفه المعلومه دي يعني، بس انا مش ما كانش عندي باك جراوند خالص اي راكت سبورت قبل كده. انا كنت راجل رياضي من وانا طفل، بس كنت بلعب كوره وسباحه اكتر حاجه. بعد كده يعني بظروف بقى التعليم وكده، فركزت اكتر في التعليم اكتر من الرياضه في المرحله بتاعت ثانويه عامه وبدايه الجامعه، فوقفت الرياضه خالص الفتره دي. انا كان ليا الشرف طبعا ان انا انتسب لمؤسسه بتاعه دكتور نوال الدجوي، بيبي هوم مدرب تربيه من وانا طفل، يعني حتى من ايام كي جي 1 وانا معاهم. وابتدائي واعدادي وثانوي حتى الجامعه كنت برضو ام اس اي. بعد كده الحمد لله ربنا كرمني بعد التخرج ان انا كنت من الاوائل، واشتغلت معيد في الجامعه. بعدها بفتره قصيره سافرت، عملت الماسترز بتاعتي في انجلترا، ورجعت تاني على الجامعه تاني. وفي نفس الوقت رجوعي من لندن كان ان انا ابتديت شغل كمان جنب الجامعه. كنت بشتغل في اي جي في المدارس، انا كنت بدرس في ناحيتين. الماده اللي انا درستها اللي هي ايكونومكس. قعدت في القصه دي من تقريبا من 2009 لغايه 2020. جه بقى اللوك داون بتاع الكورونا، وجت القصه بقى بتاعت بقى الاونلاين كلاسز والحاجات دي وكده. بس يعني ما حسيتش ان انا كنت يعني خلاص، حسيت ان انا دي حاجه في شخصيتي شويه، ان انا كل شويه ببقى عايز نيو تشالنجز، تحديات جديده في حياتي، ان انا اجرب مجالات جديده او حاجه. فقصه دخولي البادل كانت يعني لطيفه جدا. يعني هي جت سبحان الله تدابير من ربنا، ان ربنا بيحطك في اوقات في طريق انت ما بتبقاش عامل حسابك عليه خالص. ان في الفتره بتاعه الكورونا على طول بعدها انتشرت القصه بتاعه الهيلث اويرنس، ان الناس محتاجه تاخد بالها من صحتها وتلعب رياضه. احنا الموضوع بالنسبه لنا ان احنا كنا في الساحل انا وصحابي بنلعب راكت على البحر، اللي ما كانش فيه اي اكتيفيتي تتعمل في الوقت ده خالص غير راكت على البحر. فالموضوع عجبنا، دي كانت اول مره يعني تقريبا امسك فيها مضرب، ان انا العب رياضه مضرب بعيدا عن شويه هزار كده سكواش مثلا في النادي بعد تمرين الكوره او حاجه. ولقيت نفسك موهوب فيه مش موهوب ولا في حاجه، المضرب بالعكس، يعني. ما الكوره بتروحش وترجع اكتر من مرتين ثلاثه، اه. بس يعني الفكره عجبتنا ان احنا بننزل البحر ونطلع نلعب راكت، وننزل البحر ونطلع نلعب راكت، لان ما كانش فيه اصلا اي حاجه تعمل ولا الصبح ولا بالليل، كل حاجه صح. كانت قافله. فالموضوع عجبنا. فجينا السنه اللي بعدها في 2021 في بدايه الصيف خالص، قلنا احنا هنروح النادي علشان ايه، نلعب شويه راكت كده نحسن مستوياتنا، عشان ما نروح بقى يبقى نظهر بمظهر احسن على البحر يعني. كنا في نادي الصيد الدقي، فحد فينا شاط كوره جت بعيد كده، جت عند ملعب ازاز كده في الارض زرقاء وفي مضارب غريبه. واحنا مش فاهمين، عمرنا ولا انا ولا حد من الاصدقاء يعني شفنا المنظر ده قبل كده، ولا كان ليه، ما اعرفش اصلا في حاجه اسمها بادل. فايه ده اسمه بادل. طب تعالوا نجرب نحجز ساعه. دخلنا. هي حرفيا you got hooked. انت بتشبك في الموضوع وبتحس انك متعلق بيه بطريقه، يعني فعلا. عجبتنا جدا جدا الرياضه. فعلا. ايفن ذو ان احنا مش فاهمين اصلا اي حاجه في الرولز، احنا كنا بنلعب الان والاوت اصلا، مش عارفين نلعب الكوره في الازاز ونكمل عليها، ومش فاهمين اي حاجه السيرف بيتلعب منين، ولا مش فاهمين اي حاجه. بس المضرب كان شكله حلو، واحساس المضرب كان شكله حلو. فهي عجبتني قوي في الفتره دي. فاتجهت ان انا احاول ان انا ابقى جود بادل بلاير. انا عندي برضو حته في شخصيتي كده شويه، ان انا مش هقول بيرفكشنست، بس بحب ان انا لو هعمل حاجه ابقى من المميزين. فابتديت اخش اونلاين، افتح يوتيوب، احاول اشوف الشانلز بتاعت البادل، مين الكوتشز مين البلايرز، ما اعرفش اسم ولا لاعب، ما اعرفش اسم ولا مدرب. فابتديت احاول اعلم نفسي بنفسي، ان انا اشوف هم بياخدوا انهي ديسيجنز، بيلعبوا ازاي، طريقه الكده. وطبعا انا نوت جود بلاير ات اول، يعني مش حاسس ان انا كنت لعيب كويس خالص. مع الوقت مع شويه ممارسه ابتديت اتحسن شويه، ابتديت يبقى ليا بعض العلاقات الصغيره كده مع الناس اللي بتلعب، تعالوا نجرب نلعب، يعني اطلع بره الشله. فجالي اول ريالتي تشيك في حياتي، ان انا كنت فاكر ان انا كنت مميز وسط اصدقائي شويه. فلما رحت العب بطولات، بانزل حرفيا الماتش بيخلص في اقل من 7 8 دقايق وما باخدش ولا بوينت، مع اني كنت فاكر انا رايح اكومبيت على البطوله دي. فده كان رياليتي تشيك بالنسبه لي، اللي هو لا ايه ده، انت بتعمل ايه، انت محتاج بقى تتعمق في الموضوع اكتر شويه. فابتديت اخش بقى الموضوع بروفيشنال اكتر شويه. انا بقيت اخش على البوبيلر كوتشز، قعدت اعمل سيرش مين اشهر مدربين في العالم، واخش على الويب سايتس بتاعتهم. في عندهم زي باكجز، لو انت عايز تمبروف از بلاير المفروض تعمل ايه. فابتديت اشتري الباكجز دي واحاول اتعلم اكتر واكتر واكتر. بعد كده اي ريلايزد ان انا I cannot compete مع ناس عندها مثلا 20 years of experience مثلا، او في التنس، او ناس عندها physical attributes اعلى مني، طبعا بحكم السن كمان في عيال يعني لعيبه اصغر بكتير وكده. فجاي قدامي بوست سبونسرد اد على انستجرام، ما كنتش اصلا عامل فولو للبيج دي، من الاتحاد المصري للبادل، ان هو they announced انه في كوتشز كورس، حاجه اسمها بادل ام بي اي، ناس جايه من اسبانيا
هتدي شهاده للمدربين هي تبقى معتمدين. فقعدت حسبتها مع نفسي كده، طب انا راجل الحمد لله اكاديمي، عندي ربنا مديني ملكه الموجوده عندي الحمد لله بسبب حكم شغلي اللي هي التدريس، بعرف اوصل المعلومه كويس. وانا راجل بقالي سنه حاولت اجتهد ان انا اتعلم ان انا ابقى لعيب كويس، ومش عارف ابقى لعيب كويس قوي، ان انا ابقى سوبر بلاير. فقلت طب ما انت عندك المكتين دول، طب واي نوت جو فور كوتشنج. فمن جيبي الخاص رحت دفعت الفلوس بتاعه الاشتراك بتاعه الكورس ده، كانت تقريبا 800 او 900 يورو حاجه كده. ورحت الكورس والحمد لله الحمد لله ده فضل ربنا طبعا، يعني ربنا كرمني وجبت اعلى جريد ممكن تتجاب في الكورس ده، وفجاه بقيت سيرتيفايد بادل كوتش. انا فاكر حتى اليوم ده يوم الامتحان نفسه كان في حاجه اسمها فيدنج كورس، اللي هو انت بيطلب منك مثلا انك تواجه الكوره في حتت معينه، انا عمري ما كنت عملت ده في حياتي. فكان رعبي في الفتره دي ان انا هسقط في الفيد. فانا فاكر اليوم ده كان الامتحان بيبدا الساعه 10 الصبح تقريبا، كان في استاد القاهره. انا رحت من الساعه 8، لميت الشلت اللي في المكان، كنت بحطها على الارض في الملعب، واقف ماسك المضرب بحاول انشن في الشلته دي واحاول انشن في الشلته دي، عشان هيطلب مني بلاي تو ذا سايد جلاس، بلاي تو ذا دبل جلاس، بلاي تو ذا فور هاند فولي. وانا عمري ما كان عندي الملكه دي، فقعدت اتمرن اليوم ده بالذات 6 ساعات. وحتى لما جه الراجل الاسباني اللي بيمتحننا قلت له يعني انا هطلب منك طلب واحد، امتحني اخر واحد، اديني وقت از ماتش از بوسيبل ان انا احاول ابراكتس ان انا كده. والحمد لله ده طبعا ده فضل ربنا يعني ان هو وفقني وخدت الشهاده دي. بعديها على طول ما كنتش عارف اي شخص فعلا جوه الكوميونتي بتاع البادل، بس الاسم المعروف كان اس ار وقتها. فبالصدفه كان في بطوله عند نيو جيزه، فقابلت سيف ابو سنه، كانت اول مره اشوفه، فقلت له انا كذا كذا كذا، عرفته بنفسي، قلت له انا عملت كذا، وقلت له اي وود لايك تو جوين الانتيتي بتاعت اس ار. وبصراحه كان راجل يعني فريندلي جدا وكان معايا بطريقه كويسه جدا، وهي ريفيرد مي تو كريم رمزي، ده برضو من الشخصيات اللي فرقت معايا في الكارير بتاعي في البادل. ده كان الاكاديمي دايركتور بتاع اس ار، وسيت اب ميتنج ورحت قابلته في التجمع. وسبحان الله من اول قعده قال لي احنا اصلا عندنا عجز في منطقه 6 اكتوبر، ف ليتس جو. فابتديت على طول از هيد كوتش بسبب حكم الشهاده، يعني كانت تعتبر ليفل 1 اف اي بي. ورحت بقى كنت هيد كوتش في المنطقه بتاعه 6 اكتوبر بقى، كانت وقتها اللوكيشنز كانت بالم هيلز وزد و نيو جيزه في الوقت ده. بس من هنا بقى ابتدت الجيرني يعني. ومن هنا ابتدى الكارير بتاعك في البادل. بالظبط كده. ده قصة ملهمة، يعني قصة غريبة جدا. أنا كنت متخيل إنك أنت، أنا كل ما بقعد مع حد في البودكاست، يعني it goes without saying إن أنا أسأله أنت بدأت إزاي في، الماجورتي فطبعا بسمع تنس. كلمة التنس تنس والتاريخ في التنس دي على حقيقة. طول يعني. دي حقيقة. فأنا أول مرة أقعد مع جست ما بدأش في لا التنس لا زي خالص كده، خالص يعني أنا خالص برضو خالص. ما بدأتش تنس، فأنا ما لا خالص، عنديش انا الباك بقول جراوند. لك دخولي اصلا في بدايه البادل كانت في بدايه صيف 21، واول مره امرن كانت في بدايه 23 يناير 23. بس هي جت يعني دي الستارت. مهم. من ساعتها بقى انا كنت باكت لمده تقريبا سنتين از ايه، كانك عارف السفنجه السبونج. انا بحاول ابزورب كل معلومه ممكنه من كل الناس، المدربين المصريين، المدربين الاجانب، المدربين الاحسن مني، وايفن دول المدربين الاوحش مني. ده انا اي جوت انسبايرد بحد، حتى مدرب لسه ممكن يكون بادئ او ما عندوش نفس المهارات الكافيه، بس هو ممكن طريقه اسلوبه او كلمه معينه قالها. يعني مثلا في كلمه مش هنساها، مثلا مدرب يعني هو في بدايه حياته خالص، وهو راجل ما عندوش امكانيات ما عندوش معلومات، فكان بيشرح شوط معينه، فقال كلمه انا بالنسبه لي كانت انترستنج، قال لي اضرب الكره من قفاها. فالكلمه دي انا قلت طب ما انا ممكن لما اكون بشرح لحد ان انا عايز اوصل له معلومه ان دونت بلاي از توب سبين، دونت بلاي سلايس، انا عايزك تلعب الكره فلات. ما في ناس كتير مش فاهمه فلات، فما قلت له اضرب الكره من قفاها فهمها. فيعني معلومه زي دي انا ضفتها في التمرين بتاعي، ايفن دون هي من مدرب هو فعلا يعني نو اوفنس ليه طبعا بدون ذكر اسماء، بس يعني هو ما عندوش اي باك جراوند، هو بول بوي اصلا في التنس وعايز يبقى مدرب بادل. قعدت في الفتره دي اسمع من هنا واسمع من هنا واسمع من هنا، واللي اكتشفته في الاخر ان التدريب في البادل هو مدارس كتير. ايفن دول اجانب، المدربين الاسبان او الارجنتينيين المشهورين قوي، ناس كتير قوي بتتكلم بطريقه مختلفه، او بيشرحوا الجيم بطريقه مختلفه، او بيطلبوا اللعيبه ان هم يبرفورموا الضربات بطريقه مختلفه. فانت بتحاول تادابت بقى كل ده يعني كل بلاير يعتبر از يونيك اكسبيرينس، فانت بتحاول تاخد بقى من الحاجه المناسبه ليه هو وتديها له بحيث ان هو يمبروف فيها بشكل كويس. طب احكي لي، بعد ما خدت السيرتيفيكت من الاتحاد، اللي هي البادل ام بي اي اللي كانت الاتحاد المصري عاملها، طورت نفسك ازاي بعد كده؟ هل ده كان كافي؟ يعني هل الشهادة دي كانت لا كافية طبعا، انك انت لا طبعا، توصل للليفل في التدريب اللي انت لا فيه طبعا. النهارده؟ بص هقول لك الصراحه هي فول ديديكيشن، بس انا مشكلتي برضو ان هي كانت، مش هقول مشكلتي يعني، هو ده ممكن يكون ده اللي اضاف لي كتير في كاريري في البادل، ان الباشن بتاعي للبادل وعشقي للعبه كان مبالغ فيه. يعني اي بروميس ان انا اون افريج على الاقل 3 hours per day كل يوم قبل ما انام انا اونلاين.
ايذر يوتيوب، ايذر على ويب سايت، ايذر بسمع مدرب معين بيتكلم على حاجه معينه، بيتكلم في سبيسيفيك ديتيلز ان لما بلاير يلعب سيرف هنا الريتيرن لازم يبقى هنا، فهيحصل ايه كاوتكم بعديها. حرفيا اون افريج ما لا يقل عن 3 ساعات كل يوم بعد ما بروح بفضل قاعد قبل ما انام، انا بحاول اذاكر، بحاول اشرب، بحاول اتعلم حاجه جديده، بحاول اشوف حاجه جديده. ده الفتره طويله قوي 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 قوي. وكنت بتلاقي الكونتنت الكافي اه انا للكلام كنت ده؟ أصل بشتري في الباكجز، الوقت ده ما كانش الكونتنت كتير. كنت بشتري الباكجز. وبعد كده كان اللي بيحصل برضو كان جزء كبير من تعليمي ان انا كنت بسلكت بلايرز معينين، بخش اتفرج على الماتشات في البطولات مثلا. وقتها طبعا ما كانتش لسه بريمير ابتدت، كانت لسه وورلد بادل تور. فكنت بخش اتفرج على الماتش الاول بغرض الانترتينمنت، الله ماتش بادل حلو كده. بعد كده كنت بسلكت سبيسيفيك بلايرز انا بحبهم وشايفهم ما عندهمش السوبر ناتشرال باورز الزياده عن اللزوم، وبسيب بعيد الماتش تاني بقى من اوله، او الهايلايتس بتاعت كل البوينتس اللي في الماتش، وانا مش ببص اصلا على الكوره، مش ببص على اي حاجه في الماتش، بتفرج على اللاعب ده لوحده، الفوت ورك بتاعه عامل ازاي، السوينج بتاعته عامله ازاي، الديسيجن ميكنج بتاعه عامل ازاي، امتى سرع كوره، امتى بطئها، امتى لعب لوب، امتى لعب تحت، امتى ضرب سماش، امتى لعب بندخه، اند سو اون. فابتديت ادرس. طبعا ده برضو نصيحتي للبلايرز اللي عايزه تتفرج، يعني ان في طبعا اكيد الفرجه على البادل از يعني مش عايز اقول لك هي ممتعه قد ايه، الواحد بيبقى مبسوط قوي وهو بيتفرج، بس في بلايرز ما ينفعش تتعلم منهم. يعني دي كارثه بتقابلني مع الجونيورز، ان كل الجونيورز جايه عايزه تتعلم ازاي تلعب زي تابيا. دي كارثه، دي بالنسبه لي كارثه. البلاير اللي عايز يخش ابلاي بيرفورم تابيا شوتس از ا فيري باد بادل بلاير. تابيا ده راجل اكسترا اوردينري، حد زي ليبرون، حد زي جالان كويو، الناس دي كلها عندهم سوبر ناتشرال باورز، فبيعملوا ديسيجنز كتكست بوك وايز they are wrong decisions، بس هم عندهم الابيليتي ان هم يخلوها جود ديسيجنز. يعني مثلا ابسط مثال، مثلا ليبرون بيبقى واقف بيديفند، بتجي له الكوره على الباك هاند سايد وهو ورا اللاين بيديفند، بيلعب باك هاند فولي من ورا، طبعا دي اول غلطه. بيلعبها كروس كورت، دي كده تاني غلطه. تشيكيتا، دي مصيبه. فانت هات بلاير جونيور وقف ورا اللاين خليه يلعب باك هاند فولي كروس كورت تشيكيتا، اتس ا فيري باد شوت، انت بجد لعيب بادل سيء. بس ليبرون بيعرف ينزلها، بيعرف يلعبها في الملعب وبيكسب بيها البوينت. لكن في بلايرز بقى اللي انا كنت بتفرج عليهم اكتر تكنيكلي ساوند، انا بتكلم على المان حاليا، كوكي نيتو طبعا از ليفت سايد بلاير، ومارتين دينينو. دول يعني انصح الناس، يعني المتخصص في رايت سايد بلاير حاول تتفرج على مارتين وتتفرج على الديسيجن ميكنج بتاعه وكده، وطبعا ليفت سايد بلاير كوكي نيتو اكتر حاجه. بس اول ان اول لو انا عايز اتعلم بادل صح، تكتيكال تكنيكال والديسيجن ميكنج المظبوط 100% باتريبيوتس شبه الجونيورز عندنا، بريمير بادل وومن. يعني اي هايلي ريكومند كل الجونيورز ان كل بطولات البريمير بادل السنه دي والسنه اللي فاتت نتفرج على 3 ماتشات، سيمي فاينل ماتشين اند فاينل وومن كاتيجوري. بجد هتتعلم بيور بادل وهتتعلم ديسيجن ميكنج تكنيكال كل حاجه. طب خليني اسالك، انت بما انك انت اشتهرت بلقب صانع النجوم على استحقاق، دي احكي لي ازاي قدرت تكسب اللقب ده، او ازاي بتعرف تعمل نجوم؟ بص، يعني حته صانع النجوم دي يعني مش عارف، مش حاسسها كلمه حقيقيه. يعني هي كرم من ربنا طبعا وكل حاجه وتوفيق، ان البلايرز الواحد مرنهم معاهم الحمد لله عملوا انجازات وعملوا نتائج كويسه. بس انا بعتقد ان جزء كبير من التمرين او التدريب بصفه عامه هو ليه دخل شويه بالكاريزما، ليه دخل شويه بالشخصيه، ليه دخل شويه انك تامبوز البيرسوناليتي بتاعتك على البلاير ريجاردلس هو مين، سواء بقى سوبر بلاير او سواء بلاير مبتدئ. و انك لازم يعني انت كمدرب لازم تفكر من منطلق ان every journey is unique لكل بلاير، مش كل الناس زي بعض. فانت لازم تادابت الطريقه بتاعتك، سواء طريقه توصيل المعلومه، الموتيفيشن بتاعك للبلاير، انك لما تيجي تكريتيسايز البلاير. يعني انا شفت مثلا مدربين لما بلاير مثلا بيلعب مثلا بيمرنوا حاجه معينه، فور هاند فولي مثلا فور اكزامبل، فبيحط فور هاند فولي وحش، تلاقي المدرب عامل زي ايه القرف ده، انت ما بتعرفش إيه؟ فدي ممكن تكسر حته سايكولوجيكال عند البلاير بطريقه ما. لكن لو اتقلبت مع البلاير ده بالذات ان بوزيتيف لانجوج، يعني هي مش وحشه بس كان ممكن تعملها احسن من كده شويه، لا دي ممكن تفرق السما والارض. في بلايرز تانيين تحتاج انك تبقى طف معاهم شويه، وانك تطرده من التمرين لما يتدلع، وانك تبقى طف معاه وكده. بس هي بتعتمد من بلاير للتاني، وهي كلها يعني ممكن يكون انا برضو يعني هقول برضو ان ده فضل من ربنا عليا، ان انا اداني الخبره بتاعه التدريس دي لفتره مالك، ان انا شغال من 2009 حوالي 16 سنه بدرس لغايه دلوقتي. فانا عديت بكله، يعني عديت بكل المستويات بتاعه الطلبه، سواء طلبه الجامعه او طلبه المدرسه الاي جي، ومرنت كذا حد من البلايرز. فحته توصيل المعلومه دي بعتقد ان هي ملكه في الاول وفي الاخر. انا عندي فوائد بشوف سوبر بلايرز كويسين قوي في مصر، عندهم معلومات كويسه، بس they're very bad coaches. هو مش عارف يوصلك المعلومه، مش عارف يخليك تعمل الحاجه اللي انت شايفها ناقصان هو يعملها.
فانا حاسس ان هي يعني هي توفيق من ربنا ان يعني كارير اتحول من حته لحته، والكارير الاولاني اثر على الكارير التاني. بس هي بالنسبه لي هي دي. لكن غير كده بحس كمان الحته الديديكيشن بتاعي از كوتش، ان انا بحاول ان انا اي بلاير ريجاردلس مستواه ريجاردلس سنه، ان انا بحب ان اللعيب ده لو دخل يتمرن مع حسام من الساعه 6 ل 7، هو الساعه 6 كان دخل حاجه، الساعه 7 هو اتعلم حاجه زياده، في حاجه اتضافت، في فاليو ادد حصلت له. طبعا. بس طب النجم موهبه ولا تمرين؟ الاثنين. يعني التمرين ما يوصلش للنجوميه لوحده، لا يوصل، بس يعني ممكن هيبقى فيه ليميت، هيبقى فيه سقف. هيوصل ابطا بس هيوصل ابطا، يوصل، يوصل طبعا 100%. والموهبه بتساعد على الوصول اسرع. اسرع بالظبط كده. طب انت لما بتشوف لعيب بتعرف ان هو موهوب ويبقى نجم من اول نظرة، ولا وايه السمات اللي بتلاقيها وبتعرف ان ده هيوصل للنجومية؟ بص، حته النجوميه دي هي فيها فاكتورز كتير قوي بتحدد الحته دي. الطريقه بتاعت الموتيفيشن بتاعته، يعني في بلايرز بتستكفى، انا وصلت لمرحله خاصه انا شايف ان انا كده تمام مش عايز اعدي المرحله دي. في بلايرز تانيين بيبقوا مثلا في الماتشات الفريندلي او في التمارين هم كويسين قوي 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 قوي، بس لما يتحط اندر بريشر، انا شفت ده بعيني، ايه ده انا ركبي بتخبط في بعض، انا مش عارف العب، انا متكتف، انا حاسس ان انا ايدي واقفه ورجلي واقفه مش عارف اتصرف. فطبعا ده بيبقى فاكتور كبير. البيرسوناليتي بتاعته في الملعب فاكتور كبير، الديديكيشن بتاعه، وان هو مستعد ان هو يضحي. يعني انت عشان تبقى اثليت بروفيشنال، انت هيبقى عندك بعض التضحيات لازم تقدمها. انت مش هتسهر، انت لازم تاخد بالك من اكلك، انت لازم تتمرن كتير، لازم تروح الجيم، لازم تحاول تذاكر، لازم تحاول تسمع. فيها فاكتور كتير قوي ان انا اوصل لكلمه نجم او اوصل لكلمه سوبر ستار في البادل. فيها عوامل زياده يعني، لكن هي مش بس انك تشوف حاجه معينه فتقول اللعيب ده كويس او اللعيب ده وحش. بس طبعا بيبقى في ناس مميزه عن البيرز بتوعها وسط اقرانها. بتعرفه ازاي؟ بتبان من مش هقول ريزلتس، بس بتبان من تعامله مع الشوتس، ان هو يعني بيديفند بطريقه معينه، ان هو بياتاك بطريقه معينه، ان هو في الملعب تحس ان هو شخصيته قويه، بيشجع البارتنر بتاعه، بيمبوز بريشر على الخصم بس بالاتيتيود. اعتقد دي الفاكتورز يعني. طب انت قلت كلمة حلوة قوي، الموهبة ساعات بتستكفى. دي حقيقه، مش شرط موهبه بس. يعني ايا كان اللي م. بيبقى عنده بوتنشال ساعات بيستكفى عند مرحلة معينة. ايه اللي بيوصل اللعيب بالذات الجونيورز ان هو يستكفى لحتة الاستكفى دي؟ ما هي اصل دي في جميع الرياضات. انا عارف، بس هو سؤال عام شويه. ليه بقى؟ لان لسه برضو الاهالي البيرنتس يعني بيبقى عندهم حته المنتاليتي ان البرايورتي رقم واحد هي التعليم. فده في اوقات كتير بيبقى عائق، سبيشالي بقى الولاد اللي هم في مدارس انترناشونال مثلا، على بحكم تجربتي في الاي جي، هم بيمتحنوا كذا مره في السنه، عندهم طبعا ثانويه عامه من انا كنت شخصيا ثانويه عامه، كنت بشوف كام ده جزء كبير على فكره من تبطيلي للكوره، ان انا خدت القرار وقتها ان انا هركز في التعليم اكتر من الرياضه. فده فاكتور مهم. في ناس بتلوز انترست، هي اصلا مش حابه اللعبه قوي، اللي هو كانت بتلعبها مثلا فور فن ولقيت نفسها مميزه في لعبتها شويه، كده خلاص لا انا بالنسبه لي في حاجات تانية اهم ممكن اعملها. فاعتقد هم دول السببين الرئيسيين يعني. ولا الاحساس بان انا مش قادر اتطور للمستوى العالمي، انا مش هوصل للمستوى العالمي؟ بص هقول لك بصراحه، انا في مصر بحس ان اللي بيخلي الناس تقف عند ليفل معين هي الباك جراوند اللي هم جايين منه. عايز اقول لك معلومه مش ناس كتير تعرفها، اسوأ لعيبه اتمرنها بادل هم اللي جايين من باك جراوند تنس او سكواش، لان هو they've built muscle memory معينه وبيلت mentality معينه بتخلي صعب قوي الترانزيشن انتو بادل ان هو يتم in a perfect way. لان في مشكلتين رئيسيتين، طريقه الضرب بتاع الكوره مختلف، هي كده كده في الاول كوره ومضرب اي نو، فالكوردينيشن موجود والفوت ورك موجود، بس في مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولانيه هي التكنيك، صعب قوي تصلح. المشكله الثانيه هي المينتاليتي، ان انت التنس والسكواش هم لونلي سبورتس، انت راجل واقف لوحدك في الملعب شايل البريشر وشايل الهم وانت المسؤول عن كل حاجه. ان بادل هي تيم سبورت، فانت في فاكتور تاني اللي هو البارتنر بتاعك، ده جزء بيأثر كبير قوي 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 على مستوى اللاعبين. يعني ممكن البارتنر بتاعك يخليك بلاير احسن، ممكن البارتنر بتاعك يطلعك منتلي بره الجيم يخليك بلاير اوحش. لكن اللي بيجوا من رياضات تانية وهم دول بالنسبه لي هم دول البيرفكت سيت اب فور بادل بلايرز، تخيل هم ايه بقى؟ الفولي بول والهاند. سبب 3 حاجات، عندهم upper body strength قوي قوي، فده بيساعدهم في ان هم يعني يكوندكت الشوتس بطريقه بروبر. عندهم هاي هاند كوردينيشن عالي قوي، هو عنده سنس على الكوره وماسك الكوره وتقدير الكوره وسرعه الكوره. وعندهم الحته بتاعت التيم ورك،
هي دي اكتر حاجه مش موجوده في الحته صح. اللي جايين من التنس ومن السكواش. فانا ايد راذر لو انت دلوقتي جبت لي طبعا التنس بلايرز عندنا في مصر، يعني هو القوام اللي ما كانش 100% من المنتخب الكبار سواء بويز يعني مان اند وومن هم تنس بلايرز، وهم ناس يعني طبعا حاجه تشرف ان هم من وجهه نظري بعيدا عن اللي حصل في الامارات هم تيم رقم واحد رجال وسيدات في الريجن الشرق الاوسط بالكامل، افريقيا اسيا الحاجات دي كلها، وبنكمبيت ممكن نكمبيت مع ناس كمان في يوروب. بس انت قلت لي النهارده انا جايب لك لعيب عنده 14 سنه او 15 سنه ليه باك جراوند في رياضه معينه، تختار انهي رياضه؟ مش هقول لك تنس، اقول لك لا هات لي سكواش ولا سكواش برضه، اقول لك هات لي فولي بول او هاند بول. ده ممكن يبقى ترانسفورمد انتو بيرفكت بادل بلاير. طب ده رأي جديد، يعني برضو مفاجأة بالنسبة لي، بس it makes perfect sense. يعني فعلا الفوت وورك والكوردينيشن زي ما انت بتقول الهاند كوردينيشن التيم وورك، دي حاجات مهمة جدا جدا في البادل. هو البادل ما هوش بس مسكة مضرب وسنس راكت، هو حاجات اكتر من كده بكتير. بقول لك كمان طبعا مشكله بس التنس والسكواش ان هم اتعودوا على ماسل ميموري. انت ما جايب لعيب تنس او سكواش بيلعب بقاله 15 سنه 20 سنه الكوره بطريقه معينه، صعب قوي 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 انك تقول له لا انت الطريقه دي اللي محتاجه. هي على فكره هي شبهها قوي، هي الفروق بسيطه بس محتاجه يعني قلب البلدي ايه صنفره. الصنفره دي بتبقى صعبه سبيشالي لما يبقى اندر بريشر، بيرجع بقى للي يعرفه، يرجع بقى للطريقه اللي هاف فولي بدل ما يسيب الجلاس مثلا في حاله التنس، الاكسترا باك سوينج في حاله السكواش اللي بيلعبوا سكواش بيحطوا مور سلايس مع انها المفروض تلعب فلات. فدي بتبقى صعبه. لكن لما تجيب لي واحد بقى رو خام تماما ما يعرفش بس هو راجل عنده upper body strength قوي، عنده الابيليتي تو بلاي وذ تيم، عنده الابيليتي بتاعت الكوردينيشن، وتقول له بقى تعالى بقى من الصفر بقى اتعلم بقى على يعني مش هقول على نظافه بس اتعلم بقى صح. من الاول خالص، ده ممكن الاوتكم بتاعه اللونج ران يبقى اعلى. المدربين انواع، في عندنا نقص شويه، انا عايز اسمع من خبرتك في الحته دي. يعني في مدربين الفيدنج والتكنيكال ضربات ازاي بتتعمل والستايل والوقفه في الملعب والحاجات دي، ده مدرب، ده نوع من المدربين. في نوع تاني من المدربين مهم جدا 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 في رأيي، برضو عندنا نقص فيه شوية، اللي هو مدرب اون كورت ان جيم، اللي هو بيغير نتيجة الماتش لان هو بيشوف حاجات معينة، اللي هو المدرب المدير الفني. المدير ده رؤيه الفني يعني ده بتاعته قليل، مش موجود ده عندنا كتير، بس هو مهم جدا جدا متهيألي يعني اعتقد. قول لي ازاي يبقى عندنا قاعدة كبيرة من المدرب اللي عنده الرؤية ان هو يهندل ماتش ويديك في التشينج اوفر معلومة او رأي صغير، وازاي تحلل انت كمدرب مدير فني ازاي بتعمل الحتة دي؟ بص انا هجاوب على، انا حاسس ان هم سؤالين منفصلين. هما سؤالين اه فعلا، بالظبط. صح. السؤال الاولاني حته بتاعت قاعده المدربين دي، انا شايف صراحه الاتحاد قايم بمجهود جبار. انا فاكر حتى في اغاتواري على طول بيتكلم على 4 بيلرز البادل قايم عليهم، طبعا واحده من اهم البيلرز دول هم المدربين. الاتحاد قايم الصراحه بدور جبار ويعني محترم جدا في 100%. حته تقديم الكورسات للمدربين هم يبقوا معتمدين، مقسمين ليفل 1 اف اي بي على 3 ليفلز عشان برضو الناس يبقى عندها ان انا عايز اكبر البول اوف كوتشز على قد ما اقدر ان هو يبقى افيلبل الاكاديميز ان هم يبقوا معتمدين ويعرفوا يشتغلوا في حاجه زي كده. مشكلتي بس في التمرين في البادل ان انا في اوقات كتير بحس ان في بعض المدربين هم مش واخدين الموضوع حبا في البادل على قد ما هو واخدينه اللي انا يلا نحاول نعمل فلوس ومش فارقه معايا البلاير ده بيمبروف ازاي. طبعا دي صعبه قوي تتقاس بس للاسف هي موجوده. لكن النصيحه ان هم على قد ما يقدروا يشتغلوا ان هم يزودوا النولج وان هم يحاولوا يعني يبقى في حته بس ان انا بامبروف البلايرز. حته النظره الفنيه هي دي من الحاجات انا شايف ان يعني لو انت هتسالني كحسام انت ايه اكتر حاجه محتاج تشتغل عليها في البادل في حياتك، اقول لك اتعلم اسباني. في عندنا جولدن ماين موجود في ريد بول تي في. اوكي في ابلكيشن اسمه ريد بول تي في، ده بيذيع كل مباريات البريمير لايف فل من اول راوند اوف كواليفيكيشنز لحد صح. الفاينل. اوكي الفكره انك لو قعدت انا كنت بعملها بس بطريقه بلدي شويه، ان انا بقعد بستنى اللحظه بتاعه التشينج اوفر، اشوف الكونفرسيشن اللي باينه ما بين دايره ما بين ثلاث اطراف التو بلايرز الموجودين مع الكوتش بتاعهم. انت بجد هتسمع حاجات بعيدا طبعا عن الشتايم بقى لما بيشدوا مع بعض ويتخانقوا وكده، بس هتسمع الجولدن تيبس بعد كده. لما يعني بقيت اعملها ازاي، انا بتفرج على الماتش بحاول اشوف انا شايف ايه. اوكي
بعد كده بسمع تشينج اوفر وبترجمه بجوجل ترانسليت. بعد كده اقوم مرجع اللي هم كانوا بيتكلموا فيه. يعني مثلا حصل تشينج اوفر مثلا عند 2-1، اوكي، فانا بسمع التشينج اوفر ده، بعد كده اقوم راجع تاني عند نتيجه 1 لاف عشان اشوف ايه اللي حصل فعلا. بعد كده بقوم ممشي الشوطين اللي بعديهم عشان اشوف الجيم بلان اللي هم عملوها كانت افكتيف ولا لا. فانك تسمع الناس دي طبعا معجونه بادل، الناس دي بتلعب بادل، يعني بدايه البادل كانت 1969، ويعني ممكن نقول ان هي بقت بوبيلر اكتر في السفنتيز والايتيز، بدات تبوم في اسبانيا. فانا شايف ان ده مهم قوي ان احنا نتفرج على الناس دي ونحاول نتعلم منهم. يعني انت طبعا very interesting اللي انت بتقوله، م. لان ده الطريقه السهله والسليمه انك انت فعلا تتعلم الكوتشنج في اون كورت او ان جيم كوتشنج. دي طبعا دي من احسن الطرق، وطبعا يعني very creative اللي انت بتقوله، انا موافق م. تماما. بس عشان نطور بقى الحته دي في المدربين، ما احنا مش هنقدر نطلب من م. المدربين ان هم يعملوا الحته دي. ليه ما تعملش انت الحته دي، انك انت تعمل بقى فوتج وتعمل فيديوهات وتبدا تركز على الحته دي بالترجمه اللي انت عملتها، فبتدي امثله ازاي. يعني متهيألي دي الطريقه ان هي يبقى ليفل مختلف من السيرتيفيكيشن، يبقى لوحده بعد ما تخلص انك انت انا والله انا شايف خلصت ان هي فكره هايله. بس بص اقول لك على حاجه، يعني انا اقدر اقول الحمد لله انا يعني ما فيش حد في الكارير بتاع الكوتشنج بتاعي انا كحسام كتجربتي الشخصيه ما حدش ساعدني. يعني علمت نفسي كل حاجه، انا ما استعلمتش حاجه من حد غير، انا بقول لك انا بس بحاول اسمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن مفيش حد قعد مع حسام علمه يعمل ايه. بس انا اشهد ان اكتر حد ساعدني في حته الان جيم كوتشنج او كده هو سيف ابو سن. ما هو من احسن الناس في الحته دي في يعني مصر أنا لمّا طبعا قعدت يعني. معاه واتعلّمت منّه، حتى هو كان عامل زي ورقة معيّنة كده اللي هي بتحُط فيها points بطريقة معيّنة، وبقينا نحُط symbols، دي حتّة creativity بقى، إنّك بتحُط مثلًا symbol ده مثلًا كان first volley، ده كان return ضاع، مين خَد الpoint الأولانية، عشان يبقى في الconversation في الchange over مع الplayers إيه اللي حصل، إنّك بتrepeat السيناريو اللي حصل وhow to overcome المشاكل اللي ممكن حصلت. فشايف إن الصراحة يعني دور سيف في الحتّة دي معايا هو ده الرئيسي. آآ أنا شايف إن هي ممكن تتعمل إنه تبقى ممكن بالتنظيم، يعني مثلًا دي فكرة لسه جاية في بالي دلوقتي حالًا، بالتنظيم مع الاتحاد مثلًا، في أونلاين يبقى في أنا آسف on court coaching، ومسموح للمدرب إن هو يجيب معاه مثلًا 2 أو 3 trainees يقعدوا معاه، ومش أي حد يقعد وقتها، يعني يبقى مثلًا يبقى الناس اللي هي عدِّت بالexperience دي قبل كده وعندهم كلام كويس بحيث هو ما يكونش بيقول أي كلام، إن هو يبقى معاه 2 أو 3 trainees واقفين جنبه بيسمعوا هو بيقول إيه، ويحاول يشوف يعني، وإن هو مثلًا أو ممكن تتعمل بطريقة تانية، إن تبقى مثلًا كورس من الاتحاد يتعمل مثلًا، أو يعني حاجة تبقى certified من الاتحاد، إن إحنا يبقى في ماتشات شغالة بطريقة معيّنة وكل مدرب معاه his own notes. أنا شُفت إن في مشكلة هنا وهنا وهنا وهنا، الplayer ده بيتحرك كده، أنا شايف مثلًا الteam ده الshot selection بتاعه أكتر حاجة بيلعبوا الناحية دي، فعشان أغيّر ده لازم أchange اللعب بطريقة معيّنة الناحية التانية، وبعد كده نبُص على الnotes دي ونشوف بقى الكلام ده كان مضبوط والّا محتاج تعديل. فكرة حلوة جدا إمم. جدا. يعني انا شخصيا اسابورت الفكرة دي انها تتعمل، لان احنا عندنا اللعبة دي خلينا نتفق فيها بوتنشال عالي في مصر، بس عشان توصل للليفل المرعب بتاع اسبانيا وبعديها الارجنتين، آه، ادارة فنية يعني. دي حقيقة. كوتشنج ان جيم دي من اهم الحاجات اللي ليها ويت في تطوير اللعبة، فاكتور مهم وده طبعًا، احنا مفتقدينه. فاحنا فاكتور ما مهم طبعًا. عندناش الدماغ اللي زي حضرتك الله وزي يخليك. سيف ابو سنة كتيرة، هم إمم. قليلين جدا جدا. ازعم ان هم مش هيعدوا 4 مدربين اللي عندهم قدرة إدارة ماتشات أوكي. وتوجيه إمم. من خلال الماتش، ودي مهمة وتنقصنا. فأنا أعتقد إن محتاجة الفكرة اللي أنت شغل فعلًا. بتقولها دي طبعا إمم. جميلة وإن شاء الله ومحتاجة. تبقى يعني نحاول improve الحتّة دي على قد ما نقدر، إن هي زي ما تقول هي عنصر أساسي في صح. الgame management نفسها، إن هي تبقى manager within the match، وإنك تحاول تدّي instructions بطريقة معيّنة، أو إنك تapply game plan بعد مثلًا مرور 3 أو 4 أشواط، إنك تقرا الgame صح تشوف الstrengths والweaknesses بتاعة الopponent، وإزاي تabuse الweaknesses بتاعتهم، ده ممكن يبقى مفتاح كبير لانتصارات كتير إن شاء الله. خليني أسألك سؤال كده خبيث شوية. ماشي. أنت كنت جزء من الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل التصفيات بتاعت كأس العالم اللي فاتت، حصل صح؟ الكبار والّا الكبار. الكبار؟ تمام. وبعدين ما سافرتش مع المنتخب التصفيات، دي حقيقة. ايه السبب؟ honestly اه. أنا نفسي اعتذرت، لأن أنا كان عندي مشكلة رهيبة في كوعي اليمين، لأن الفترة دي كنت باشتغل، أنا قعدت أول سنتين باقول لك كانت عامل زي sponge، فأنا حرفيًا كنت باقعد في ملعب البادل من الساعة 13:30 2:00 لغاية الساعة 23:00.
I overworked my elbow، فحصل لي اصابتين في نفس الوقت، جالي تنس elbow من الناحيه دي، وعندي حاجه لسه لغايه النهارده لو ما اتصلحتش 100%، جالي حاجه اسمها partial tear في medial collateral ligament MCL، وapparently partial tear ده مش بيتحسن 100%. that's why يعني الناس اللي بتتمرن معايا في الفتره اللي فاتت بتشوفوني بلعب بمضارب women ان هم لايتر ويت عشان شويه. اخاف. ف كان الجهاز الفني للمنتخب وقتها كان سيف، كان هو الهيد كوتش، وكانوا الاسيستنتس كنت انا وكريم رمزي. فانا لما حسيت ان عندي الاصابه دي، وحسيت ان ممكن يبقى فيها نوع من انواع مش هقول الاحراج، بس يعني كان ممكن يبقى في فاينل سelection ما بيني وما بين كريم، فاي ستيب داون بنفسي. انا اللي اتكلمت مع سيف وقتها، قلت له بص انا يعني اي جوت ذا opportunity ان انا اسافر مع الجونيورز في كاس العالم 23 في باراجواي، فلو انت هيجي ما بينك وما بيني سelection ما بيني وما بين كريم، تشوز كريم. الكلام ده الكونفرسيشن دي حصلت، بس اللي حصل بقى ده الكلام ده كان في الاول. بعد كده within الكامب نفسه I got injured. حتى انا كنت وانا بعمل فيد للبلاير بتاعت المنتخب عايز العب له فور هاند فولي، بحط الكره باك هاند فولي عاليه الناحيه الثانيه، من كتر ما انا ياه. الجريب بتاعتي على المضرب ما كانتش مظبوطه. مم. طب هل الاصابه دي هتحرمنا من ان احنا نشوفك في المنتخب تاني، والله ولا في فرصه ان احنا نستفيد بخبرتك في المنتخب بعد بص كده؟ السelection بتاع المنتخب ده ما بيبقاش قراري، بس اعتقد ان انا مش هتردد 1% ان انا لو طلبت في حاجه زي كده ان بس انا هدي اصابه 100%. من ناحيه الاصابه، لا خلاص الحمد لله هيلد، انا بمرن دلوقتي دلوقتي عادي. الوضع احسن، الحمد فانت لله الحمد لله. قادر هي انك بس انت كانت وقتها كانت الميجر وقتها يعني. اوكي. حتى الMRI عملته وقتها كانوا قالوا لي يعني ده بارشل تير يعني، لان كان الوجع عندي في حته رئيسيه، بعد كده بيقول لي انت الحته اللي مقطوعه يعني وتر فيه قطع جزئي هو اللي كان مأثر على مسمع في حته تانية. طب هل شايف ان عدم وجودك مع المنتخب في تصفيات كاس العالم اللي فاتت اثر على نتائجه؟ لا طبعا لا طبعا، ما يعني اكيد كنت هحاول اضيف على قد ما اقدر باي معلومات او ان انا ابقى ديديكيتد للمنتخب او حاجه، بس يعني انا في الحته دي رياليستيك شويه. احنا كان عندنا فرصه كبيره قوي 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 قوي، وكنا الفيفوريتس لغايه اما الامارات منتخب الامارات الشقيق قام بالخطوه بتاعه التجنيس بتاعه البلايرز دي، فانا شايف ان هي نوت شانس. ولا سيف ولا حسام ولا بوتزوني كانوا هيعملوا حاجه يعني. طب احكي لي كده، ايه اكتر لعيب او لعيبه حسيت معاه بالانجاز وانت فخور بانك انت عملت اتشيفمنت معاه؟ هو سؤال صعب يعني، انا كده بفتخر طبعا ان انا يعني مرنت كذا حد من اللعيبه التوب بلايرز يعني، سواء على مستوى الكبار يعني رجال وسيدات او الجونيورز، يعني في كذا حد طبعا. بس يعني اللي فيه معزه كده خاصه شويه او قريبه شويه الى قلبي يعني هي اسره دكتور عمر ودكتور ساره، هم البيرنتس بتوع جايا وياسين. قصه تعرفنا على بعض اصلا كانت يعني برضه هي اقدار مش اكتر، برضه ستيل نادي الصيد هو الاساس يعني. كنت بلعب ستيل مع اصدقائي اللي احنا ابتدينا مشوار البادل مع بعض، احنا يعني شله كده بنلعب على قدنا كده لعب يعني فور فن يعني. واحنا بعد ما خلصنا اللعب قاعدين بقى بنشرب عصير كده، فبصيت في الملعب اللي جنبنا لقيت اب وابنه وبنته بيلعبوا بادل مع بعض، بس بطريقه كده غريبه شويه، بيلعبوا ثلاثه بيمشوا الكوره مع بعض. فقلت ايه ده، البنت شكلها كويس ولا شكلهم بيلعبوا يعني بدنهم بيلعبوا كويس. كنت متوقع مثلا جاي عندها 16 سنه او 17 سنه، فقلت رحت اتكلم مع باباهم ان هم لو عايزين حابين البادل واي نوت ناخد الموضوع صح من اوله ونتمرن. ففوجئت الكلام ده كان في شهر 7 24، فوجئت ان البنت عندها 11 سنه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني مهما اتكلم على جايا ومهما اتكلم على ياسين مش هديهم حقهم. ما شاء الله الاثنين دير جيناتيكلي جيفتد ما شاء الله، هم طوال وعظمهم كبير وعضلات ما شاء الله، طبعا هم ويل بيلت من التنس. ما شفتش يعني يعني اكزامبلري ديديكيشن من اهلهم معاهم، ان هم بيوصلوهم على طول كل التمارين ومعاهم بينفولد في كل تفصيله في حياتهم وبياخدوا بالهم من اكلهم ومن نومهم وكده. فاتكلمت معاه وقتها، طبعا ما كنتش لسه السelection بتاع جهاز المنتخب ده كان موجود، فكنت لسه ستيل يعتبر يعني كنت في مدرب منتخب الناشئين، فقلت له عرفته بنفسي. فهو حب الفكره جدا، ان هم كان عندهم تقريبا زي مش هقول مشاكل، بس خلاص هم استكفوا من التنس، ما كانش عاجبهم قوي الوضع في التنس، وهم قرروا ان هم تو ترانزيشن تو بادل. فقلت له طب خلاص تعالوا نتمرن مع بعض، ومن هنا ابتدت القصه. طبعا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني مهما اتكلم بقول لك مش هديهم حقهم، الاثنين يعني قريبين جدا من قلبي يعني. وما شاء الله ما شاء الله يعني انجاز تاريخي يحسب طبعا للاتحاد ويحسب لسيف وشريف والجهاز طبعا بتاع المنتخب، النتيجه المبهره اللي حصلت من كام يوم في كاس العالم. والانجاز الشخصي الرهيب لجايا طبعا، هي وصلت لسيمي فاينل الاوبن، طلعت رابع العالم ما شاء الله، هي وناتالي. طبعا ناتالي برضو كانت فاكتور كبير، بس يعني الكريدت اللي المفروض جايا تاخده في حاجه زي كده، يعني انا مش متخيل ان جايا بعيدا عن اي حد في المنتخب هي جايا ستيل اندر 12 years old، وان هي تكمبيت اندر 14 وتوصل رابع، ويعني
انا هقول برضو بحكم ان انا يعني انا مش هقول ان انا جوه الجهاز دلوقتي بس انا بره الجهاز، بس انا شايف بعيني ان جايا كانت انجريدينت رئيسي في تحقيق منتخب مصر المركز الثامن عالميا. هي وناتالي طبعا از تيم. فهي من اكتر الناس المقربه، بس اللي بس مش هنقدر يخوف. ننكر برضو دور بقيه الفريق يعني. طبعا كان طبعا ليهم 100%. دور كبير، بس الفريق كله الحقيقه كان لا طبعا، مدي لا طبعا اكتر من 100% كلهم الاداء 120%. الاداء مبهر من الكل، الاداء مبهر من الكل. بس انا حسيت كده ان يعني او ممكن يمكن انا بايظ سنه ناحيه جاي، انا بقول لك هي ليها معزه خاصه في قلبي ايموشنال زياده بايس. سنه الصراحه. والانترستنج جدا في الموضوع ان بسم الله ما شاء الله ان البنت اندر 12 years old بتكمبيت اندر 14، فان شاء الله كمان سنتين في كاس ما جايش كان ستيل كومبيت اندر 14 years old. بالظبط. ده اصلا نادر ان هو يحصل، يعني انا على مستوى الناشئين ان حد من الناشئين مثلا تحت 14 لما بتلعبوا ماتش تحت 16 بيبقى ماتش تقيل قوي عليه، لما تلعب 16 تحت 18 بيبقى ماتش تقيل قوي عليه. لكن البنت لا ما شاء الله، وياسين برضه هيز فيري جود بلاير، هيز فيري فيري اكستريملي جود بلاير ما شاء الله برضه هم. الاثنين بوتنشال جامد جدا هايل هايل صراحه، هايل. ومن والاثنين ابتدوا يعني كومبيرد للبيرز بتوعهم يعتبروا ابتدوا متاخر شويه، يعني هم مش شايف ان في حد في المنتخب في سنهم بدا بعدهم غير ناس قليله يعني. في لا ناس لا اوريدي مفهوم. سابقاهم اوريدي بالتمارين وبالاكسبيرينس بتاعت البادل والماتشات والاحتكاك وكده. ف هو انا على فكره هو في اسماء كتير ناس قريبه مني جدا وبعزهم جدا، عادل، رودينا، سما، فريده، يعني ده فاطمه، سلمى، وجدي، تميم، كل يعني كلهم يعني صانع النجوم. مش كانت صانع، لا ما تقولش صانع، بس ما يعني شاء الله، ربنا ان بس شاء الله ممكن عشان كمان يوفقهم. العلاقه كمان بيرسونال كمان مع البيرنتس، مع دكتور عمر ودكتور ساره، ممكن يكون ده اختيار يعني جاي وياسين. لو كلمني عن الستايل بتاعك كمدرب، هل انت مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ بص it depends على البلاير، يعني طريقه التدريب نفسها وانك تفوكس على انك عايز تخلي البلاير مور اجريسيف ولا تخلي البلاير مور كونسرفاتيف بتعتمد على البلاير نفسه. فهي it depends، انا بغيرها من واحد للتاني، هي مش ثابته. بس انت كهيد كوتش كمدير فني، احنا بنتكلم بقى عن المدير الفني، لما تبقى بتدير ماتش، هتنزل الماتش حتى صعب او سهل، هتنزله بفكر هجومي ولا فكر دفاعي؟ بص انا في كلمه بحب اقولها على طول في الماتشات، انا ما عنديش مشكله ان هم يكسبوا، بس عندي مشكله ان احنا نخسر. في فرق كبير قوي بين الكلمتين دول، يعني الناس اللي بتلعب بادل لازم فاهمه الفرق كبير ما بين كلمه انت خسرت او الاوبوننت كسب، الاثنين مش نفس الحاجه. انت خسرت دي بتيجي من الفري جيفتس، فوليز بتضيع بدون لازمه، unforced. unforced errors بدون لازمه، decision making غلط بدون لازمه. لكن I don't mind خالص ان انت تلعب ماتش وتلعب صح وتعمل اللي عليك، والاوبوننت از a better player او التيم از a better team فيكسبوك، بس انت عملت اللي عليك. انا مع ده جدا. بس هتدير الماتش ازاي؟ برضه هتدير الماتش بانك انت تديهم ادفايس ان هم ينزلوا اكتر، يحاولوا يعملوا سماشات، يحاولوا يعملوا فيبرا، ولا يلعب اكتر بندخة ويرجع يلب من ورا يعني؟ بص هي بتعتمد من ماتش انت تاني. بتكريت في اللعيب الكيلينج ديزاير او القوة لان انا اخلص وابقى اجريسيف، ولا ان انا العب بالهادي والعب سيف والعب السيتويشن اللي رأت برضه. سيتويشن في حاجات كتير جوه الماتش، في فاكتورز تانية مثلا حاجات زي الويند، في حاجات زي الشمس، الانجل بتاعت الشمس، فانت لما محتاج تلعب اللوب بطريقه معينه، يعني مثلا البلاير ده لو لعب على البلاير ده ستريت او كروس هتبقى الشمس في عينه وهو بيلعب، فهيديك غالبا كره سهله. الديبندز على الليفل بتاع الاوبوننت عامل ازاي، في اوبوننتس انت محتاج تخش تدوس عليهم وتسرع الجيم عليهم، في اوبوننتس انت محتاج تلعب كونسرفتيف وتلعب، فهي سيتويشنال. يعني مفيش حاجه ثابته ان انت لا خش خليك اجريسيف واكبس طول الوقت واضرب واعمل، ومفيش حاجه اسمها لا العب كونسرفتيف وخليك محافظ وحاول ما تضيعش. فديبندز على سيناريو الماتش، ديبندز على السكور، ديبندز على الابيليتيز بتاعت البلايرز انت بتعمل لها كوتشنج، ديبندز على الاتريبيوتس بتاعت الاوبوننت، ديبندز على السترينثs والويكنسز المفروض ان انت كمدرب تشوفها في الخصم، انت المفروض تحاول تاتاك ايه وتحاول تافويد ايه. فهي سيتويشنال. بس يعني انا كحسام انا كافضل شويه ان انا حته ان ما فيش حاجه بتضيع. واكتر اكزامبل لده هو بيلا، يعني اسطوره اللعبه، لو اكيد بلاد بابا كوميونتي عارفينها المجال. بالظبط، بابا المجال الحقيقي يعني فعلا. راجل 16 سنه على التوالي الاول على العالم. كان لسه سانيو طالع بيتكلم قريب في حاجه زي كده، بيقول لك ان بيلا مش احسن شكل، كان بيتكلم على كويو، نفس الفكره نفس المبدا نفس مدرسه بيلا. هو مش احسن فور هاند فولي ومش احسن باك هاند فولي ومش احسن بندخه ومش احسن لوب ومش احسن سماش ومش احسن في اي حاجه، بس هو بيكسب اي حد. فليه بيكسب اي حد؟ عشان ديسيجن ميكنج مظبوط، مفيش فري جيفتس.
الاوبورتيونيتيز بتاعت الاتاك هاتاك، بس مش هاتاك فور ذا سيك اوف ان انا اعمل كوره شكلها حلو، ولا الجماهير من بره تسقف لي، ولا ان لو حد بيصور تبقى نزلت على يوتيوب از هايلايت. لا، هو بيلعب الضربه الصح في الوقت الصح. هل بتحس ساعات انك انت في لعيب من اللي انت بتمرنه او بتدربه انك انت محتاج تغير اسلوب لعبه، ان هو مثلا دفاعي جدا او هو سيف بلاير جدا، انك انت محتاج انك انت تزود فيه الاجريشن، اكيد وازاي بتعمل كده؟ اكيد طبعا بتبقى مطلوبه. في بلايرز كتير بتبقى مونوتونس شويه، اللي هو يعني متعود على او اتمرن طول حياته على ضربه معينه بيلعبها بطريقه معينه او ستايل لعبه ثابت. فالتشينج ان ريذم within ذا جيم ده مطلوب. حته الاجريشن والتقييس سبيشال في الكور السهله زياده عن اللزوم ده مطلوب. في طبعا الناس بقى العكس بتبقى يعني بلغه التدريب كده بتبقى عايز تربطهم شويه او تركب لهم نوع من انواع الفرامل ان هم they're too aggressive for their own good. ف بتبقى ما بتتعمل يعني بتبقى الجيلز بقى بتبقى فيها بينالتيز. مم. يعني احنا دلوقتي هنلعب مثلا كده، هلعب لك اوفر هيدز مثلا، فلو جيت وانا عايز ام ديماندنج تو بلاي بندخ اوكي، فلما الاقيه بيلعب فيبر وبيلعب سماش خلاص ما عنديش مشكله. الكره اللي هتضيعها زي مثلا 10 سكواتس، فانت هي بتصب في الاخر في مساحه ان انت شغلته فيتنس وشغلته رجلي او مثلا سيت ابس بوش ابس، تبقى بينالتيز كتير كده. فالعيال يعني بتطلع من التمارين بتبقى عامله مجهود بدني وفتنس اكتر ما هم لعبوا بادل، فهو بيخاف بقى في ساعتها من البينالتي، فبيبدا بقى يادجست لحاجه زي اه، كده. حلوه الفكره دي. ايه اكتر دريل انت بتعتمد عليه؟ يعني مثلا في الكوره بيقول لك لازم تفضل طول عمرك، حتى لو انت لعيب في ريال مدريد لازم هيبقى في التريننج سيشن بتاعتك جزء كبير باسنج، مم. لان دي البيسكس بتاعت اللعبه واهم حاجه في اللعبه. لو ما عندكش السكيل دي ومش بتطورها او بتحافظ عليها هتقل في كل حاجه. فايه الدريل المهم جدا في البادل اللي انت بتعتمد عليه اللي بيديك نفس ال التطور؟ اوكي. بص، هي مشكله التمرين في البادل ان معظم اللعيبه اللي جايه تتمرن ومعظم المدربين عايزين يشو اوف. المدرب عايزه تبين مثلا النولج بتاعتها، وبلايرز جايه عايزين يلعبوا من وجهه نظرهم الانترستنج شوتس. هو جاي عايز يتمرن بقى على بخادا، عايز يتمرن على رولو، عايز يتمرن على فيبورا، عايز يتمرن على كيك سماش، شوتس تبقى كومبليكيتد وادفانس. انا من وجهه نظري على كل الليفلز سواء بيجنرز او انترميديت او ادفانس بلايرز، اكتر شوت اندر تريند في البادل هي البيزك فور هاند باك هاند، وممكن تكون دي اكتر ضربه تلعب في الماتش كله. فلو انت تقول لي يعني ده عكس ناس كتير اللي ممكن حد يقول لك انا اكتر ضربه بحب امرنها هي البندخه، انا اكتر تمرينه شايف ان هي مفيده واساسيه وهي البيز بتاع معظم الشوتس هي البيزك فور هاند باك هاند اند فور هاند باك هاند فولي، الفيري بيزكس. ودول اكتر تو شوتس اندر تريند، ناس كتير مش بتمرنهم. ايه ده انت بتلعب فور هاند؟ طب يلا نخش بقى على الازاز. ايه ده انت بتلعب؟ طب يلا نخش بقى على الفيبورا. طب نو، الحته دي محتاجه حته كتير قوي تكنيكلي، من ناحيه الباك سوينج، من ناحيه الكونتاكت بوينت بتاعت الكوره، من ناحيه الفولو ثرو، الفوت ورك از فيري امبورتنت، الستانس بتاعت البلايرز، رجليه انهي رجل قدام انهي رجل، ونزول جسمه، السنتر اوف جرافيتي قريب من الارض ولا لا، البودي ويت ترانسفير عامل ازاي مع الكوره. ناس كتير مش فاهمه اصلا الحته بتاعت هاو تو بلاي بيزك فور هاند باك هاند ان بادل. فشايف ان هي اكتر حاجه اندر تريند ومحتاجه شغل اكتر من كده شويه. طب قول لي ايه النصيحه اللي تديها للاعيبه البادل في العموم؟ نصيحه تبقى mental emotional او technical. dedication and discipline، ده المطلوب من البادل بلاير دلوقتي in all aspects، جوه الملعب وبره الملعب. وبره الملعب من اهم الحاجات اللي غير جوه الملعب. وده كافي ان احنا نوصل مع الوقت لمستوى عالمي؟ يعني بص، انا عندي قناعه ويعني I believe 100% انه عادي جدا احنا نبقى في توب 4 توب 5 nations world wide، especially ببيز الناشئين اللي طالع. بس المشكله بس البادل في التمارين ان هو في حاجه لازم تحصل، ان البادل ريلاتيفلي تعتبر رياضه غاليه، من ناحيه بقى المضارب، من ناحيه ايجار الملعب، من ناحيه الفيس بتاعت الكوتشز. فلو انا بتكلم ان انا عايز احط بروفيشنال بروجرام، ان عايز اطلع بروفيشنال بلاير، اللعيبه دي محتاجه تتمرن 6 ايام في الاسبوع، اون افريج 4 ساعات في اليوم، ساعه قدام، ساعه ورا، ساعه فتنس ديلي. الساعه الرابعه دي بتبقى بتنقسم لحاجه من اتنين، ايذر هي بتبقى ريكفري علشان ما يبقاش يحصلش بيرن اوت للماسلز وكده، وممكن ايام تانية تبقى اناليسز
اللي هي بتبقى فيديو اناليسيس. احنا نقعد مثلا صورنا ماتش احنا بنلعبه مثلا، البلايرز مره بتلعبه، فطب تعالى بقى نقعد بقى نتفرج على الماتش ده، انت البوينت دي كسبتها عشان عملت كده، والبوينت دي انت خسرتها عشان انا عملت كده. فلما تيجي تحط في نفس السيتويشن تاني تاخد الديسيجن المظبوط، بتعلموا حته الديسيجن ميكنج. مش شرط هم نفسهم، ممكن تجيب بقى ماتشات بتاع برو بلايرز، بريمير بادل او حاجه او ايا كان الانتيتي او كاس العالم او وات ايفر، وان هم يقعدوا يتفرجوا ويشوفوا الديسيجن ميكنج بتاع البلايرز ان which decision led to which outcome. فلما يبتدي ما يتحط هو جوه نفس السيتويشن يعرف ياخد الديسيجن المظبوط. بس طبعا انك تلاقي بلاير عنده الابيليتي من ناحيه الوقت ومن ناحيه الديديكيشن ومن الناحيه الماديه ان هو يعرف يسبورت حاجه زي كده، اعتقد دي مش هتبقى كبيره قوي. فهيبقى ده دور بقى الرعايه، السبونسرز. لازم يبقى في سبونسرز شويه الموضوع ده، ان احنا هاو تو كريت شامبيونز فروم ذا بيس، ان هم صغيرين. انا شايف الناس ممكن تبدا عادي من سن 6 سنين 7 سنين، اللي هو مفيش سن معين للبدايه، بس اتليست البلاير الجونيور او الكيد اللي بادئ ده عنده القدره ان هو يشيل المضرب. المضرب يعتبر برضو نسبيا تقيل شويه، بس وانس ان هو قادر يشيل المضرب لا يلا يا باشا خش الملعب. بس اللي اوريدي موجودين dedication and discipline off the court before on court. ايه دور التكنولوجي في التريننج بتاع حسام طنطاوي؟ بص التكنولوجي دلوقتي طبعا بوجود بقى دخول الاي اي والانفنشنز والحاجات اللي بتحصل، طبعا سهلت لنا طرق جديده شويه في التمرين. كده كده الهايلي ريكومندد طبعا الويربلز، عشان نمونيتور الهارت ريت، نمونيتور الكالوريز اللي اتحرقت، الستبس اللي اتعملت، الحاجات دي بتبقى مطلوبه جدا. اعتقد مينلي دلوقتي بيبقى اكتر حاجه اللي هو بيبقى زي فيديو ريفيو للبلاير، هو بيتصور هو بيلعب الشوت، بعد كده بتتحط على زي ابلكيشنز معينه تبع الاي اي، ان احنا بنشوف البيرفكت سيناريو كانت الشوت دي تعمل ازاي، بتعمل زي بروفايل لنفس جسم البلاير هو الاي اي بيعمله طبعا، وبيجيب لك البيرفكت تكنيك بتاعه، بعد كده بيحط لك الاثنين جنب بعض. فهتلاقي مثلا هي كفوق تيجي كده، هتلاقي البلاير اللي انت عندك بيعملها ايه كده، فانت لازم تركز انك ترفع ايدك سنه صغيره. وانت بتستخدم بص انا التكنولوجي دي شفتها انا شفتها بس I didn't apply this technology same، بس بقيت استخدم كتير قوي حته الفيديو ريفيو نفسه، بس من غير ما يبقى فيه الموديل البيرفكت جنبه. مهم. بس انا بشرح له قبل ما يلعبها فوق يبقى شكلها عامل ازاي، حاجه في التمرين حاجه اسمها ديمونستريشن. بعد كده بخليه هو يشوف نفسه، لان sometimes البلايرز ما تبقاش حاسه هي بتعمل ايه. يعني مثلا نقول له مثلا فور اكزامبل، انا عايز ابص عشان مش عايز اخش في تعقيدات فنيه اكتر في اللعب، يعني قول له مثلا ارفع كوعك فوق، كوعك اليمين يبقى فوق، فهو بيلعب تلاقيه كوعه عامل كده، فبقول له ارفع كوعك فوق، يقول لي ما هو مرفوع، هو مش حاسس ان هو هنا، المفروض يبقى هنا، هو مش حاسس. فانت بيقتنع 100% امتى بقى؟ بالفيجوال كونفرميشن ده، اللي هو بص ده انت اهو شايف كوعك فين، ايه ده، فعلا ده كوعي تحت، خلاص انا هركز بقى ارفعه. فدي بتفرق يعني. طيب وات از يور نيكست ستيب في الحته بتاعت التكنولوجي؟ هتعمل ايه يعني ازاي هتطور الطرق التدريبيه عندك باستخدام التكنولوجي؟ بص انا عشان دلوقتي اقيم مستوى البادل بلاير، انا عندي شويه حاجات كان بي ميجر وشويه حاجات كانت بي ميجر. اوكي، ما اقدرش اقيس الرياكشن بتاعه في السيت باكس، ما اقدرش اقيس مستواه بيتحسن وبيتطور اندر بريشر. في ناس اندر بريشر الماتش يزنق ويبقى صعب، في ناس بتلعب احسن، ناس بتلعب اوحش. ما اقدرش اقيس لان انا مش عايش مع البلاير الاتيتيود بتاعه اوف كورت عامل ازاي، بياكل ايه، بينام ازاي. ممكن ادي ريكومنديشن بس مش شرط دي تحصل. بس اللي في ايدي ان انا اقيسه الكوانتيتيف داتا، ان مثلا تمرينه النهارده you have مثلا 54 hand volleys to be played، هيجوا لك from cross court and you have to return them straight. انا في ايدي دي ان انا اقيسها، ان انا ممكن تتعمل زي بروجرام او ابلكيشن، ان النمبر اوف شوتس البرفورم كان كذا، الان كان كذا، الاوت كان كذا، بافشنسي ريت كذا. دي كانت اول تمرين ليك النهارده على الفور هاند فولي، انك طبعا بعد ما اتعلمت هاو تو بلاي، انا دلوقتي بقى حاطط لك سبيسيفيك كونديشن، الكوره جايه فروم كروس كورت، يور جونا بلاي ستريت، هيشوف كام واحده ان كام واحده اوت، تطلع في الاخر برسنتج از افشنسي ريت بتاعتك. ونتقابل كمان 3 تمارين من الفور هاند فولي ونعمل نفس الجيل تاني يوزنج ذا سيم ابلكيشن، ونشوف بقى الافشنسي ريت عالي وطي، طب ايه المشكله؟ ساعتها بقى نبدا نحاول نحط ايدينا على المشكله فين ونحاول نصلحها. فدي ممكن تبقى سهله ان هي تعمل لكل بلاير، يبقى ليه بروفايل بتاعه، كل بلاير يبقى عنده نمبر اوف شوتس موجودين جوه البروفايل بتاعه، ويبدا يشوف الافشنسي ريت بتاعه وخلال التمرين بيبقى عامل ازاي. بس طبعا مشكله الحاجات دي انا شفتها بعيني كتير في كذا حد مرنته، ان في ناس وانا بمرنها في التمرين يا رائد بجد انت مش فاهم، انا بتخض، ايه ده، ماجيشن، في ساحر واقف قدامي بيلعب من الناحيه الثانيه، بيلعب الشوتس بطريقه يعني الاكسكيوشن بتاعه يعني كريسب اكسكيوشن بيرفكشن كوره. يعني انا كمدرب بقف ايه اللي انت عملته ده، عملتها ازاي؟ ينزل الماتش بيزق. هل ده منتال بريشر منت ولا منت
ولا انت خلي بالك التريننج السبيد بتاعت الفيدنج بتختلف عن الجيم، وبعدين انت وانت قاعد بتستقبل الفيدنج في التريننج انت الكوره جايه هنا مش فاستعدادك اسهل، مش كل انما في الجيلز الماتش انت يو دونت نو، مش كل ليس الجيلز تايم انك انت نو مش كل الجيلز، مش كل الجيلز. في جيلز كتير بنعملها تبقى اكشلي 100% سيتويشن في الماتش، بيبقوا تو بلايرز بيتمرنوا مع بعض واقفين على الفولي، وانا ببقى واقف في حته معينه في الملعب، هم واقفين في مكانهم المظبوط على النت، وكومبليتلي راندوم. انا من حق العب لده او لده، فور هاند او باك هاند، سريع او بطيء، لوب او تحت، بعمل فهي منتل. هي منتل. المنتل دي حلها اعتقد، ودي جزء كبير عندنا في، يعني شايف ان احنا مطلوب زياده شويه، ان انا بحس في اوقات بالذات الكبار، الجونيورز عندهم الفرصه يمكن اكتر شويه، بس الكبار بحس ان معظم الناس بعيدا عن 3 اسماء طبعا اللي هم يعني توب 3 ما شاء الله عليهم، جورج ويوسف والزغلول، والزغلول معظم البلايرز هم عاملين زي شل كده، هم قاعدين جواها تحت ستار بقى بطولات اي بي اف او تحت ستار اي بي تي او بطولات فريندلي او بطولات مثلا تحت حاجات تانية برايفت، تحس ان الناس كلها بتلعب نفس الناس كل مره، حفظوا بعض. فبطاطس حافظ جرحي، ومخلوف حافظ وجدي، وشيشو حافظ فياض، فهم اوريدي حافظين بعض، فالليفل بتاع الاحتكاك بتاع ناس تانية ده قليل، حاسه قليل شويه بالذات على السكيل بتاع وحلها ايه؟ كبار بالظبط. حلها ان الناس تسافر، بس حلها ان احنا نحاول نعمل كولابوريشن مع اتحادات تانية، ان هم نعمل لهم انفيتيشن سام فورم اوف اكسشينج، يبعتوا لنا لعيبه تتمرن عندنا، نبعت لكم لعيبه موافق تتمرن جدا. عندكم، يعني الاكسشينج ده انا شايف ان هو اكسشينج بروجرام ده مطلوب، وممكن طبعا يتم من خلال الاتحاد، وممكن يتم من خلال برايفت اكاديميز، يعني برايفت اكاديميز برضو، لان هي دورها بجزء كبير ان هي تطور من مستوى اللعبه، ان هي تعمل زي اكسشينج بروجرام مثلا مع ام 3 مثلا فور اكزامبل، من اشهر الاكاديمي، او مثلا جوستافو براتو او اي اكاديميه مشهوره في العالم، احنا هنبعت مثلا 7 8 لاعبين من عندنا ليكو، يجوا يتعلموا، يعملوا معايشه، يشوفوا الناس دي بتتمرن ازاي، بتنام امتى، بتعيش التمرين شكله عامل ازاي، الكومبيتيشن بتاعه الماتشات بتبقى عامله ازاي، يلعبوا بطولات هناك ويرجعوا، وبعدها بفتره نفس 7 8 من عندهم يبقوا اكوموديتد في مصر، يجوا فيري جود بلايرز، يحاولوا يضيفوا ويتمرنوا، فدي شايف ان هي تبقى مفيده قوي. حته بقى بص خلينا نتفق على الكلام ده برضو، اعتقد يعني انا قريت عنه، ما اعرفوش ما عشتوش عشان ما كانش ليا تجربه في التنس، واي بلاير في الدنيا هو في جاب ما بين مستوى في التمرين ومستوى في الماتش، ده اي لعبه بدايه بقى من فederer صح. جوكوفيتش نادال كده. امتى تبقى باتر بلاير؟ لما الجاب دي تقل، يعني لما يبقى مستواك في التمرين قريب قوي من مستواك في الماتش، بس المشكله ان انا في ناس كتير بشوفها الجاب يعني هي مش هنا، هي هنا، فدي اعتقد بتبقى محتاجه احتكاك اكتر، اكسبيرينس اكتر، لعب اندر بريشر اكتر، بطولات مهمه اكتر، دي اللي بينمي الحته دي مع الوقت يعني. طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام علمي ومظبوط، وهو دي الطريقه المثلى ان احنا نطور اللعبه في مصر. خلينا نروح كده لشويه اسئله خفيفه في الاخر برضو، كالعاده انا بحب دايما اختم باسئله خفيفه. قول لي في رايك مين محلي ودولي احسن بندخ؟ هنتكلم بقى من وجهه نظر الميلز، محلي ودولي. محلي بندخة علي تعجبني قوي، دولي ممكن مش معظم الناس بتلعب بندخة كتير الفترة دي، معظمها بتبقى سوفت فيبورا، بس لو بقول بندخة يبقى دينينو. طب ومين احسن فيبورا محلي ودولي؟ فيبورا محلي ودولي، محلي فيبورا زغلول، علي زغلول او جورج، الاثنين مع بعض يعني، ودولي ليباك. طب ومين احسن سماش محلي ودولي؟ يعني محلي اعتقد يعني نو كونتست، ما شاء الله ما شاء الله عليه يوسف، ما شاء الله، يوسف ده حتى حسن. ما شاء الله يعني بريمير بادل ليفل يعني. دولي خناقه بقى، يعني انا اكتر حد بحبه في السماشز خافي ليال بالنسبه لي انا شخصيا، بس طبعا يعني لا يعلى على اوزبرجر وتابيا. طبعا انا رايي اوكسبرجر طبعا. آه. طب مين احسن بخاده؟ محلي بخاضة، بس البخاضة استنى عشان مفيش حد بيعرف يلعب بخاضة. بخاضة محلي ممكن جورج، تعجبني البخاضة بتاعته. دولي كان باكيتو فور وايل، بس رايت ناو كويو. كويس. ارتورو بخاضة طب مرعبة. واخيرا مين احسن لوب؟ احسن لوب محلي خالد ناجي، فيري تكنيكال والديسيجن ميكنج بتاعه هايل فيها. دولي لوبز ريتايرد بيلا، بس ممكن من الكورنت يعني ما بين تشينجوتو ودينينو. حسام استمتعنا النهارده جدا جدا بمعلومات وافره الله يخليك. وفكر مختلف، فكر تدريبي مختلف وهايل. الله يخليك، انا اتبسطت برضه يا راد تشرفنا والله بيك النهارده، بالبودكاست الجميل بتاعك. وثانك يو فيري ماتش. شكرا ويلكم. جدا. على ايه، على ايه، نورتنا. ان شاء الله. ثانك يو ان شاء الله.